ازيكم حبايب قلبي، يلا بقى نعمل صينية البطاطس ديت بالفراخ بتاعت الزنقات او العزومات. تنفعك كمان في العزومات ومش هتخليكي تقفي كتير في المطبخ، كله في الصينية وفي الفرن على طول. يلا صلي على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وما تنسيش تدعميني بلايك وكومنت كده حلو زيكم. انا هنا كنت جايبة فرخة كده كبيرة حلوة، حوالي 2 كيلو، فحاولت قطعتها بقى ايه على 8 قطع كده لانها كانت كبيرة، وكمان عشان ما تاخدش معايا سوا كتير. الخضار بقى معايا انا هعمله كله ني في ني كده. قطعت 2 طماطم، 2 بصلاية، قرن فلفل حامي، قطعتهم كده مربعات وهحطهم كلهم في الصينية. معلقة كده من الهريسة الفلفل الحلو أو الشطة، معلقة من التوم، طماطماية كبيرة كده بشراها من غير القشر بتاعها ومنزلتها على الخليط بتاعي. أنا هعمل كله ني في ني، وهجيب التوابل بتاعتي كل حاجة معلقة صغيرة. هاخد بقى الكمون، فلفل اسود، بهارات مشكلة، بهارات فراخ، وكمان كزبرة ناشفة، وهحط مكعب من المرقة والملح بتاعي، وكمان بابريكا عشان تخلي لي اللون حلو كده. هبتدي ان انا بس البصل كان ماسك في بعضه فافككه من بعضه عشان تبقى كل ورقة بصل لوحدها تمام كده. وحطيت التوابل وهظبط كمان الملح بتاعي. لو بتحبي الحاجة سبايسي ممكن تحطي كمان مع الفلفل الحراق ده تحطي شطة. تمام. قلبت كل الحاجة بتاعتي كده تاخد وتدي التوابل مع بعضها، وهجيب الفراخ بتاعتي. هنا أنا هحط معلقة من الصلصة، لو عندك صلصة معلبة حطي، عندك الصلصة بتاعتك الجاهزة حطيها اللي انت عاملاها مثلا أو مصلصاها. تمام كده هوت. هبتدي بقى ايه اجيب الملح هظبطه عشان انا ايه عايزه ان الفراخ والبطاطس تاخد من طعم التتبيله. هبتدي اجيب الفراخ بتاعتي دي، انا غسلاها ونقعاها ومخليها زي الفل زي ما انتم شايفين، وكمان عامله لها فتحات عشان خاطر ما تاخدش وقت في السوا. وهبتدي ان انا ادعكها كده من جوه ومن بره ومن تحت الجلد، بحيث ان هي تاخد بس من ريحه والتتبيله بتاعتنا ديت، وكمان التوابل. انا لا هنقعها ولا هتبلها واركنها على جنب ولا اي حاجه، دي صينيه الزنقات او اللي هي بتنجز في الوقت. هبتدي بس ايه اشيل الفراخ كده على جنب عشان انا هبتدي احط كمان. قطعت بطاطسيتين، 2 بطاطس يعني، قطعتهم حلقات بس مش رفيعة ولا وسط، يعني قطعتها كبيرة شوية. ليه؟ لأن الصينية دي هتاخد وقت في الفرن، فممكن البطاطس تستوي قبل الفراخ طبعا. فأنا قطعتها تكون محملة، يعني زي ما انتوا شايفين كده تكون التقطيعة كبيرة. هبتدي أرصها كده وأرص الخضار وكمان أرص الفراخ فوق منها زي ما انتوا شايفين. وهابتدي بقى أخلّص بقى كل الفراخ أرصّها زي ما أنتم شايفين كده أهوّة وأملى بيها الصينية. وهانزّل من التتبيلة اللي هي نزلت ديّة، وهاجيب معلقتين من السمنة، وبعد كده هاروح رشّة من الملح فوق الفراخ، وكمان رشّة من البابريكا زي ما أنتم شايفين كده، رشّة من البابريكا عشان تدّيها لون محمر، ورشّة من الملح شوية كده عشان الفراخ طبعًا مش هتكون خدت أوي من التتبيلة، تكون متهيّأة زي ما بيقولوا كده. وبعدين معلقتين بقى من السمنة البلدي فوق منها كده فوق الوش، بتودّي الصينية في حتّة تانية خالص. وهاجيب ورق فويل وأكون مشغّلة الفرن يعني مسخّناه، وهاحط في أول نُص ساعة على البلاطة اللي من تحت، يعني في الأرضية بتاعة الفرن نُص ساعة، وبعد كده هارفعها على الشبكة نُص ساعة كمان، وآخر 5 دقايق هافتح عليها الشواية وأدهن دهنة بسيطة من السوائل اللي نزلت منها. هاعمل هنا رز أبيض عادي جدًا، هاحط معلقتين من السمنة أو معلقة من السمنة ومعلقتين من الزيت، وهابتدي أسخّنهم وأكون مجهّزة الرز بتاعي غسلاه، وهانزل بيه على السمنة وأغلّفه كده لحد لمّا يتغلّف كل المادة الدهنية، وكمان يتحمّص معانا، يعني اللي هو إيه، آآ أحسّه إن هو ابتدى ينشف شوية. بادّي له تقليبتين 3 كده أهوّة، وأكون باجهّز الملح بتاعي إن أنا أتبّله بالملح بس، أنا ما باحبش أحُط فيه غير هو ملح بالزيت الأبيض، وهاقلّبه تقليبتين وأشوّحه كده. وأكون مجهزة معايا مَيّة سخنة بتغلي عشان يفلفل معانا كده ويطلع حلو. هاروح حاطة المَيّة بتاعتي واستنى عليه لمّا يتشرب وأوطّي عليه إيه النار خالص عشان يستوي، ما بياخدش وقت خالص، حوالي تِلت ساعة لنُص ساعة بيكون جاهز معانا. هنا الصينية طلعت
بسم الله ما شاء الله. طبعًا آخر 5 دقايق شِلت الفويل وابتديت آخُد من السوائل والمادة الدهنية ودهنت كده وشّها وحطيتها تحت الشواية، مع طبق مخلل المشكل اللي أنا عاملاه والرز تحفة، تحفة. عايزة أقول لِك مفلفل وطعمه حلو أوي، أوي، المخلل دوّة عايزة أقول لِك العشق يعني حاجة كده حلوة أوي، ما بقيناش نشتري أي مخللات من برّه. الفراخ هنا استوت بتاخد قد إيه، حوالي ساعة لساعة وربع حسب حجم الفرخة بتاعتِك، والبطاطس بسم الله ما شاء الله ما اتهرتش مننا وحاجة كده حلوة أوي وجميلة، أحسن من المسبِّك وحاجة كده لطيفة وخفيفة كده وبتنجز في الوقت، وتنفع معاكِ في العزومات. يالّا بقى لو وصلتِ لحد هنا أتمنى منِّك تعملي لايك وكومنت كده حلو زيكم، ومتابعة على صفحتي مطبخ ملك، واشتراك في قناتي مطبخ ملك على اليوتيوب، وفعّلي زر الجرس وقولي لي بتتابعيني من أنهي بلد.